أهلا بيكم. أنا سامية علوبة. النهاردة عايزة أتكلم معاكم في موضوع الشعور بالذنب. أكيد كل حد فينا بيجيله وقت بيشعر بالذنب، يا إما حاسس نفسه مش بيأدي طلبات كفاية للي حواليه، لأسرته، للناس اللي مش ضروري بس الأسرة، في شغله. الشعور بالذنب دي حاجة طبيعية، والصراحة في ناس مرضى ما بيشعروش بالذنب، وفعلا ده حاجة معروفة. الناس اللي ما بتشعرش بالذنب ده مرض نفسي معين. هو مفيد، الشعور بالذنب أوقات مفيد لأنه بيخلينا نراجع نفسنا ونشوف إيه الحاجة اللي احنا مقصرين فيها وليه احنا حاسين بالذنب، فبنحاول نعوضها. مثلا نكون احنا خلاص سيبنا بيتنا، متعودين عاوزين نبقى نزور أهلنا، وعاوزين مثلا نخلي دي عادة. لو أهلنا كلنا في نفس البلد يبقى بنقول هنخصص يوم نروح نزور أهلنا، تواجد. لو عندنا أطفال بناخدهم معانا، لو لا. المهم السؤال على الأهل جسديا، يعني نبقى موجودين بشخصنا. في طبعا السؤال بالتليفون، ممكن قوي لو لقينا نفسنا فوتنا شهر ما رحناش الأسبوع ده، ولا رحنا الأسبوع اللي بعده، ولا الأسبوع الثالث، لأنه في مشاغل، هنشعر بالذنب. ساعتها احنا ممكن نتحكم في ده، نقول لا، هنحط برضو زيارة أهلنا من الأولويات. لو جالنا شغل، مش كل أسبوع هيجيلنا شغل طارئ، لكن لو جالنا شغل طارئ في اليوم اللي احنا كنا مخصصينه، يبقى هنبدل اليوم ده، هنروح يوم تاني. نسأل على الأهل. مثلا حد عنده في العيلة هو اللي مسؤول ياخد باله من فرد من أفراد العيلة لو كان مريض. أوقات الشعور بالذنب بيبقى في غير محله قوي لو كان اللي بياخد باله من الفرد المريض مكرس كل وقته للفرد المريض، ولما تجيله فرصة هو ينفس عن نفسه دايما بيقول لا، لأنه بيشعر بالذنب. هنا الشعور بالذنب ده زايد ومش صحي، لأنه كل واحد له طاقة. اللي بياخد باله من حد مريض لازم يدي لنفسه هو كمان راحة عشان تتجدد الطاقة بتاعته. لو قعد بس مكرس كل وقته هيتعب نفسيا وجسديا، فمش هيبقى مفيد. ايه كمان الشعور بالذنب؟ لو حد بيشتغل شغله بياخد وقت منه كتير جدا وعنده أسرة، طبعا كلنا بنحب ان نبقى مخصصين وقت لأسرتنا، ومش كل الناس بيبقى ده سهل بالنسبة لها. ومن واجبنا ان احنا نعبر لمديرنا ان احنا محتاجين وقت لأسرتنا ولنفسنا، بغض النظر عن أسرتنا. كل واحد فينا أكيد محتاج على الأقل يوم في الأسبوع، ومفروض كمان يومين بيبقى أصح، لكن على الأقل يوم في الأسبوع نفصل تماما عن الشغل، ولا ناخد مكالمات من الشغل، ولا نقرأ واتسابات أو رسائل من الشغل. نفصل تماما، نعمل حاجة مختلفة، نركز مع عيلتنا، مع أصحابنا، مع نفسنا. ده ضروري. فلو أنا بشتغل في مكان معين، من واجبي إن أنا أعبر عن احتياجي للموضوع ده وأخده، مش أفوته. لو أنا بشتغل في جهات مختلفة بيبقى أصعب، بس لازم أتصرف برضه، لازم أنسق إنه مهما كان في يوم هخليه ما فيهوش شغل، لأنه مع مرور الزمن الواحد بيستحمل بعد كده بتبتدي الآثار. مش شرط تبقى ظاهرة قوي مرة واحدة، لكن حاجة ورا حاجة. الأول مرض جسدي، مرض نفسي، الواحد هيلاقي نفسه في الآخر مشلول، مش قادر يعمل حاجة، حصل له بيرن اوت أو حرقت كل طاقته، مش عايز يعمل حاجة. بس بشجعكم دايما تراجعوا نفسكم. لو حاسين بذنب، يا ترى مصدره ايه؟ لو كان مصدره في تحكمنا، يبقى طبعا على طول نتحكم فيه، نتغلب عليه، نلاقي الطريقة انه نوجد الطريقة تخلينا نقدر نأدي الحاجة اللي مش هتخلينا نحس بالذنب. وفي نفس الوقت في وقت هنضطر نقول ده مقدرتي، ما اقدرش اعمل اكتر من كده.